السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات هنعمل مع بعض البيتيفور بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله هيطلع معاكي ناجح 100%. المكونات اللي معايا ايه؟ معايا كده كيلو من الدقيق. طبعا جبت الدقيق بتاعي نخلته، ومعايا هنا كده كيلو الا ربع من السمنه، ومعايا هنا كده 4 صفار بيض. فصلت البيض عن الصفار واخدت الصفار بس. ومعايا هنا كده بوريكم كده الكوبايتين اللي معايا دول، كوبايتين الا ربع من السكر البودر، ومعايا 4 اكياس من الفانيليا. طبعا ما تكتريش الفانيليا اكتر من كده عشان خاطر ما تمررش معاك، يعني البيضه بحط لها كيس من الفانيليا. ومعايا كمان رشه ملح. جبت هنا كده البوله اللي انا هعجن فيها، او الطبق اللي انا هعجن فيه، وجبت كده مصفى وبدات ان انا انخل كده السكر اللي معايا، عشان خاطر بيكون فيه حبيبات كده خشنه شويه. فعشان اسهل على نفسي يعني وما اخدش وقت كده في الضرب وكده، فايه نخلته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبدات كده ان انا انزل كده بكميه السمنه اللي معايا، نزلت كده بالسكر والسمنه، وهبدا اضرب فيهم كده بالمضرب بتاعي. المضرب اللي معايا مضرب كهربا. طبعا انت ممكن تعمليه بايدك عادي، مفيش اي مشكله، او بمضرب سلكي، يعني مضرب سلكي يعني. هبدا اضرب كده في السكر والسمنه اللي معايا لحد ما اوصل للقوام يكون كريمي كده. وكمان القوام بتاع السمنه والسكر هيبقى لونه فاتح زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا، خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزاه. نزلت كده ب4 من من صفار البيض، 4 كده صفار بيض. وكمان هحط كده ايه، هضيف كده الفانيليا بتاعتي. وهديهم كده ضربة كده بالمضرب اللي معايا. وبعدين هنزل كده بكمية الدقيق بس. طبعا مش هنزل بيها مرة واحدة، هنزل كده شوية كده بشوية، حبة حبة كده، يعني لحد ما ايه ما اوصل للقوام بتاعي. ممكن الكمية دي ما تاخدش كيلو الدقيق كله، وممكن تاخد ازيد، يعني على حسب الدقيق اللي عندك او اللي انت بتستخدميه. بصوا، هشتغل بايدي خالص عشان خاطر المضرب مش هينفع معايا كده ايه في المرحلة دي. وزي ما انتم ما شفتم كده بنخل الدقيق اللي معايا عشان خاطر برضو اكون ضامنه كده ان هو يكون ناعم وحلو، ما يكونش فيه اي حاجه كده خشنه مش حلوه. بصي يا بنات، عجنت كده لحد ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه. بس لما جيت اشكل كده عجينه البوتفور بتاعتي، حسيت ان هي لسه ماسكه شويه، يعني ناشفه شويه. فروحت عملت ايه، جبت كده معلقتين من اللبن وضفتهم كده على العجينه بتاعتي، وبدات ان انا ايه اشكلها. طبعا العجينه بتاعت البوتفور لازم تكون كريمي كده، تكون سهله معاكي في التشكيل. لكن بصراحه انا لما عجنتها ولقيتها لسه ناشفه شويه، فروحت ضفت لها ايه شويه لبن بس، يعني مش كتار، يعني انا ما نزلتش باللبن مره واحده، حطيت كده شويه كده معلقتين كده وعجنت. لقيتها لسه محتاجه تاني، رحت ضفت معلقتين تاني يعني، بس كده مش اكتر من كده. وهنا في المرحله ديت مرحله التشكيل، يعني انا كان معايا الكيس كنت هشتغل بيه عادي، بس اول ما حطيت فيه العجينه وبدات ان انا اشتغل، الكيس بتاعي اتقطع مني. فقلت خلاص مش مشكله، يعني هشتغل كده عادي بالجمع نفسه. بقيت احط فيه العجينه كده واضغط عليه بصباعي واشكل عادي، مفيش اي مشكله، لان هي العجينه بتاعته حلوه وسهله. وزي ما بقول لكم كده ان هي زي الكريمه كده، فبتكون سهله في التشكيل، ما بتتعبش يعني وكده بس. وطبعا بنسويه على درجه حراره كده وسط. لازم يكون الفرن بتاعك يكون النار بتاعتك وسط، ما تكونش ولا عاليه ولا واطيه خالص، تكون كأنك بتسوي كيكة يعني كده بالظبط. وانا شكلت كده الصاج بتاعي وبدأت ان انا ايه اسويه، بس حبيت ان انا اوريكم كده بعد ايه، بعد ما انا ما شكلت كده الصاج ده. طبعا انا كنت شغلت الفرن وسبته لحد ما يسخن، وطبعا مشغله المروحه بتاعه الفرن بتاعي. وادي كده يا بنات الصاج بتاعي بعد ما طلع
بس انا مش حابه ان انا اطول عليكم يعني وكده في التشكيل وكده، بس ان انا حبيت ان انا اوريكم العجينه بتاعتي سهله وبسيطه وما بتاخدش معاكي وقت. وادي كده اللون اللي انا عايزاه. اللون بتاع البيتفور بيكون لونه حلو كده، لونه ذهبي كده وحلو. وحاولي ان ما تخلوهوش يغمق منك بس من تحت كده عشان ما يبقاش مش حلو. بص كده يا بنات، انا عملت الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وسبت كده البيتفور بتاعي لحد تاني يوم. وتاني يوم كده كملت معاكم الفيديو في تزيين البيتفور بتاعي. هنا بوريكم كده ما شاء الله الكيلو عمل لي كميه حلوه. وهنا كنت هشكل بايه، جبت كده قالب كده من الشوكولاته، سيحته حطيت فيه شويه لبن وسيحته كده على النار. ومعايا هنا كده مربى اللي انا هلزق بيها، وكمان معايا جوز هند وفرماسي. وهبدا كده ان انا اشكل، يعني مش هشكل الكميه كلها، بس هعمل جزء بشوكولاته يعني، وهخلي جزء كده ايه بالمربى كده ساده مفيهوش اي حاجه يعني. بس كده بناخد كده واحده وننزل عليها كده بشويه كده من قطعه كده من المربى بسيطه خالص. وناخد التانية كده ونلزقهم كده في بعض. والمربى بتاعتك لازم يا بنت لما تشتري كده علبة مربى اللي انت هتعملي بها البوتفور، يعني اديها ضربة كده في الخلاط، بحيث ان انت تبقى متأكدة كده ان هي ايه تبقى ناعمة معاكي وما يكونش فيها اي قطع خالص. ادي كده يا بنات جبت كده واحدة من البوتفور حطيت فيها مربى، وجبت التانية كده لزقتها فيها، لزقتهم كده في بعض. وبعدين نزلت بيها كده في الشوكولاتة اللي انا مسيحاها. وطلعت من الشوكولاتة على طول لجوز الهندي، يا اما الفرماسي على حسب ما تحبي يعني. بوريكم كده انا عملت الكمية كلها، بس انا محبتش ان انا اطول عليكم يعني وكده. ادي جزء كده عملته بجوز الهند والفرماسي والشوكولاتة. والجزء التاني لزقته كده بالمربى وخلاص على كده، عشان اللي حابب ده ياكل واللي حابب ده ياكل منه. ما شاء الله الكيلو دي اعمل لي كمية حلوة يعني. بصراحة الحاجات ديت غالية جدا السنة دي يعني. الكيلو من البتفور عامل 100 والبسكوت عامل 100، يعني أسعار كده خيال بصراحة. أي نعم هي كل المكونات بتاعتنا بتكون غالية وكده،